هنتكلم فيها عن جوجل ادز المحاضرة اللي فاتت، واتكلمنا ازاي احنا بنعمل الاعلانات بتاعة جوجل ادز. واتكلمنا في المحاضرة اللي قبلها كمان ازاي هنطلع الكلمات المفتاحية بتاعتنا من خلال جوجل ادز. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن فيسبوك. آسف، عن تيك توك بالظبط. وتيك توك هي منصة من المنصات اللي احنا هنبدأ نستخدمها إن شاء الله في المحاضرة بتاعتنا أو في الكورس بتاعنا، وهتبقى منصة من منصات الإعلان لينا بشكل قوي جدا. ثواني أعمل لكم شير. لا، بدل ما نعمل دي ثواني. أوكي، تمام، أوكي. زي ما قلت لحضراتكم، احنا هنبدأ نتكلم عن تيك توك، وتيك توك من المنصات الممتازة جدا 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 في الإعلان، والنهاردة بقت من أقوى المنصات في التسويق الإلكتروني. وإحنا بنستخدمها بأشكال مختلفة، منها الأشكال الأورجانيك أو البحث الطبيعي أو الفيديوهات الطبيعية اللي هي بنقول عليها الأورجانيك كونتنت أو المحتوى المجاني، أو حتى الإعلانات بتاعة تيك توك الممولة. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق ببساطة ان انا بنزل محتوى الاورجانيك ده على الصفحة زي بعض الناس اللي هم بينزلوا المحتوى العادي بتاعهم او الفيديوهات بتاعتهم بشكل تلقائي، وبتبدأ تجيب مشاهدات. والفرق ما بينها وبين الاعلان الممول زيها زي فيسبوك بالظبط. الاعلان الممول بيوصل لاكبر عدد من الناس واكبر عدد من العملاء، وده بيسرع العملية أكتر من فكرة إن أنا أنتظر المحتوى الطبيعي بتاعي ينزل باستمرار. طيب، منصة تيك توك ليها سابقة بسيطة جدا. تيك توك أنشئت يعتبر في 2017، وكانت باسم مختلف، وبعد كده اتباعت مرة واتنين وتلاتة لحد ما أصبحت عندنا منصة في 2019 2020. منصة تيك توك الأشهر حاليا على وجه كوكب الأرض، زيها زي فيسبوك، زيها زي جوجل. طيب، لما نيجي نسأل ليه المنصة دي في خلال 5 6 سنين بقت من أشهر وأفضل المنصات على التسويق، أو من اللي بنستخدمها في التسويق الإلكتروني بتاعنا، هيكون الإجابة ببساطة أغلبكم عارفها، لأن الريتش بتاع الأكاونت كبير جدا أو الفيديوهات بتكون كبيرة جدا. طيب، ليه هم بيعملوا كده؟ بيعملوا كده علشان هو عايز يساعد صناع المحتوى، يساعد اصحاب البيزنس ان هم يروجوا عن المنتجات بتاعتهم، يروجوا عن البيزنس. وكمان صناع المحتوى يقدروا يجذبوا شهرة كبيرة جدا من خلال تيك توك. فنلاقي مثلا في بعض صناع المحتوى على تيك توك عنده مليون، اتنين، تلاتة، أربعة، بس على المنصات التانية هو بيتكلم بالآلاف، يعني لسه حتى ما كسرش المليون. طب ده يعرفنا ايه؟ يعرفنا ان الشغل على منصات زي فيسبوك وزي انستجرام، هو بيجيب نتيجة كويسة، بيعمل بومنج كويس، ولكن تيك توك بيكون أسرع بكتير جدا من المنصات التانية. طب هل معنى كده إن دي تكون الواجهة الإعلانية بتاعتنا فقط؟ الإجابة لأ. يعني ما ينفعش انت تكون زي ما بنقول، ما تحطش البيض بتاعك كله في سلة واحدة. لو السلة دي وقعت يبقى انت خسرت كل الاوبشنز بتوعك. الافضل ان انت تنوع مصادر التسويق. عشان كده احنا بندرس في الدبلومة دي اكتر من منصة تسويق مع بعض. الهدف من الموضوع مش بس انك تبقى عندك العلم بتاع الموضوع، لا، كمان لازم يكون عندك الدراية الكاملة في ازاي تستخدم المنصة دي، وايه مميزات المنصة وايه عيوبها. المميزات بتاعة تيك توك زي ما احنا بنتكلم، الريتش بتاعه عالي جدا جدا جدا، وده طبعا بيساعد اصحاب بيزنس كتير ان هو يوصل لاكبر عدد من الناس، يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وده بيخليه على وجه الاختيار بشكل كبير قوي من بعض البراندات او بعض العملاء، بل كمان يكون اكثرهم. طيب، انا النهارده لما استخدم تيك توك، ايه وجه الاستفادة الاخر اللي انا هاخده، غير ان انا بس هيبقى عندي مشاهدات كتير، هيبقى عندي تفاعلات كتير؟ كمان ده بيوجه لحضرتك فكرة ان المنصات التانية بتاعتك بتبدأ تتعرف. طيب، لما نيجي نبص مثلا ان تيك توك مثلا، اكتر الحاجات اللي مشهورة بيها ان تيك توك دي منصة بتهدف اكتر للفيديوهات القصيرة، بتدور على السرعة والابداع والترندات الكتيرة المتغيرة على تيك توك. طب انا هعرف منين الترندات
وانا ما بستخدمش تيك توك اصلا. لازم يكون عند حضرتك استخدام يومي لتيك توك ليه علاقة بمجالك. مش بقول لك استخدام يومي ان حضرتك تتفرج على حاجة تانية، لا، لمجالك. تعرف صناع المحتوى التانيين اللي بيقدموا نفس المنتج بتاعك، تشوف البراندات التانية بتعلن عن نفسها ازاي، تشوف افكار مختلفة. ده يخلي عندك ذاكرة كويسة جدا، يكون عندك افكار كتيرة للبيزنس تقدر ان انت تعملها. وزي ما قلنا ان هو من اعلى معدلات الوصول مقارنة بباقي المنصات. اذا كانت بالمتابعين او من غير متابعين برضو ستيل هيوصل لك عدد كبير. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان تيك توك تقدر ان حضرتك تجيب آلاف المشاهدات ويمكن الملايين حتى لو انت ما عندكش جمهور. ان هو بيقدر يوصل لعدد كبير جدا من الجمهور، حتى مش اللي متابعينك، لا، لناس تانية كمان. وان الفكرة بتاعتها ان هو الخوارزميات بتاعتها قوية شوية، فبتعرض المحتوى بتاع حضرتك ده للناس اللي ممكن يعجبها المحتوى بتاعك بشكل فوري. وده بيساعدك طبعا على الانتشار. يعني مش لازم يكون الناس تكون متابعاك، لا، مجرد ان واحد بيتفرج، مثلا محمود بيتفرج على الناس بتوع الاساس، عمال يتفرج على معارض اساس، معارض ما اساس، هيتمرن عمال يتفرج، ولقيت صفحة في النص انا مش بقاش شايف الصفحة، انا بقى شايف الفيديو. فشايف فيديو ظهر لي على الاساس، فانا تفاعلت معاه وكتبت كومنت عن تفاصيل. بعد كده لما دخلت على الصفحه لقيت مثلا عندها 10 20 متابع فقط. ايه ده؟ ايه المفاجاه؟ طب ازاي الفيديو بتاعهم وصل لي بسرعه كده، رغم ان انا مش عامل لهم متابعه، رغم الناس دي مش عاملين اعلان ممول؟ ما هي دي الفكره، ان الخوارزميات بتاعته بتقول لك ان انا بوصل لاكبر عدد من الناس حتى لو انا مش عامل اعلان ممول. دي نفس الفكرة اللي هو كله بيعتمد عليها. بيعتمد على المنتجات، ويكون ازاي تطلعها بقصة قصيرة، ازاي يكون عندك تجربة للمستخدم او تجارب للاستخدام بتاعته، المنتج او الخدمة او اي شيء، تكون قريب من الناس بشكل كبير. ويكون عندك ريلز ستايل محتوى ترفيهي، اذا كان تعليمي، اذا كان تحويل حتى بشكل سريع اللي هو المبيعات. لازم يكون عندك ميكس مختلف. طب معنى كده ان انا مش دايما هطلع في الفيديو اطلع اقول تعالوا اشتروا، احنا بنقدم المنتج ده، تعالوا اشتروا، بنقدم المنتج ده، تعالوا اشتري. لا، خلي عندك محتوى ترفيهي شوية، خلي عندك محتوى تعليمي بتعرف الناس حاجات ليها علاقة بالبراند، حاجات ليها علاقة بالاستخدام، حاجات ليها علاقة بأشكال كتير جدا جدا جدا. ده مهم إن حضرتك تعمله باستمرار. يبقى إن حضرتك بتستخدم تيك توك لازم تكون عارف إن أنت بتخاطب شخص. الشخص ده بيشوف محتويات كتير جدا غير حضرتك. مش بس حضرتك بس اللي بتعمل إعلان أو حضرتك بس اللي بتنزل فيديوهات، لا، كمان لازم يكون عندك اشكال مختلفة من المحتوى بتاعك. طيب انا هجيب منين افكار بتاعت المحتوى؟ لا، تقدر ان حضرتك تجيب افكار من المحتوى زي ما احنا قلنا. مثلا لو انا عايز اقول انا ممكن مثلا افتح تشات جي بي تي مثلا، زي ما احنا قلنا كده، او اتكلمنا المرة اللي فاتت، او اتكلمنا في مرة من المرات ان احنا ازاي نطلع افكار. ان انا هبدأ مثلا اخاطب معاه، اقول له مثلا اتكلم معايا وكأنك مثلا صانع محتوى احترافي على تيك توك، واحنا مثلا صفحة بتقدم كورسات س- تسويق إلكتروني ومونتاج للمبتدئين وأصحاب، مثلا والفريلانسرز. مثلا الناس اللي عايزة تبدأ في المجال الفريلانسنج وعايز 30 فكرة لتنفيذ الإعلانات والفيديوهات مثلا على تيك توك، وعايز مثلا لكل فيديو كابشن عشان اكتبه تحت آه. الفيديو، اعمل كل ده في جدول وليكن مثلا.
واروح دايس له انتر واشوف هيطلع لي ايه. هيبدأ يطلع لي افكار اهو، قبل وبعد، مونتاج بسيط. حلو. الفرق الفرق ده معمول على الموبايل بس. عايز تتعلم يبقى انا كده هيعرفني، او انا لو فكرة الفيديو عن المونتاج ان انا اجيب له فيديو واوري له ده قبل المونتاج ده بعد المونتاج بسيط، واقول له ان المونتاج ده معمول من على الموبايل بس، لو عايز تتعلم كلمنا. طيب شاب بيقول مفيش شغل ثم يتحول لفريلانسر ناجح. يبقى انا عملت محتوى لحد ما ترفيهي شويه، ان واحد مش ناجح فجأة بقى ناجح، وبقول له عايز تتعلم تسويق، تعالى اقول لك ازاي تعمله تشتغل فريلانس من البيت. وده هيوفر عليك وقت ويوفر عليك فلوس كتير جدا من التجربه، وهتستفيد بالكورس. كنت فاكر كده غيرت حياتك بكورس واحد. 3 اخطاء في الاعلانات، ونقول ده لو بتعمل اعلان كده انت بتخسر فلوس، ده الكابشن اللي هيكون مكتوب. طيب نقول 3 أخطاء مثلا في الإعلانات. الناس ما بتستهدفش، الناس ما بتهتمش بالمحتوى، الناس ما بتستخدمش ال AI في الشغل بتاعها، ما بتطلعش أفكار. أقول مثلا 3 حاجات في الفيديو. طيب شاشة فيها أرباح فريلانس، وأقول أول $100 من الموبايل بس، ودي الطريقة. ونبدأ نتكلم عن إن أنا خدت الكورس ده واستفدت منه وقدرت إن أنا أجيب شغل من كذا وكذا وكذا. طلعت فكرة. فيديو كوميدي عن عميل متعب مثلا عمال يفاصل، بقول كل فريلانسر هيحس بده. لو عايز تبدأ صح ابدأ من فلان لفلاني، والكورس ده هو اللي هيخليك بتوصل لعملاء أحسن من كده بكتير. شرح أداة مثلا مونتاج بسيطة، أعلمك إزاي تعمل كات، إزاي تركب صوت على فيديو، وهكذا. وبقول أسهل برامج مونتاج للمبتدئين مثلا زي كاب كات، زي أدوبي بريمير، أيا كان. طيب قصة نجاح طالب، وهكذا. هتلاقوا فيه أفكار كتير جدا هو بدأ يطلعها لك. طب أنا ممكن أقول له كده، أقول له إيه كمان؟ اكتب لي مثلا سكريبت كلام عن كل فيديو في صف تاني في الجدول، عشان أقدر أنفذه أنفذه وأصوره على طول. وأقول له كل فيديو مثلا يكون دقيقة، أو دقيقة مثلا ونصف. ونهاية مثلا كل كورس هقول له لو عايز تبدأ صح وتبني مثلا كيان، كلم مركز كيان وليكن، وشوف هيطلع لي ايه. نفس الجدول، واكتب سكريبت اهو. بص في الفيديو كويس، ده قبل المونتاج لقطة عادية، وبعدها لقطة احترافية. الفرق ده معمول بالموبايل بس. قصة، ألوان، موسيقى. لو فاكر إنك محتاج معدات غالية أنت غلطان. البداية من مهارات مش فلوس. لو عايز تبدأ صح وتبني كيان، كلم مركز كيان. كنت بقول مفيش شغل في البلد لحد ما اكتشفت إن الشغل كله أونلاين. بدأت أتعلم مونتاج بطريقة بسيطة، مهارة بسيطة، مونتاج أو تسويق، وبعدها جالي أول عميل. الموضوع مش سحر، الموضوع تتعلم صح. عايز تبدأ وتتعلم تبدأ صح، مش عارف، كلم كيان من مركز كيان، وهكذا. حلو. هتلاقي إن هو كتب لك حتى سكريبت كلام لكل واحد، وتقدر تعدل حتى معاه، تقول له لا شيل لي ده، حط لي حاجة تانية، شيل لي ده وحط لي حاجة تانية، وهكذا. فأنا قدرت أهو مثلا أطلع 30 فكرة مختلفين. طب ال 30 فكرة دول في منهم كام واحدة حلوة؟ مثلا هقول 10. طيب خدت ال10 دول، بدأت أكلمه بطريقة تانية، طلعت 5. خدتهم، طلعت مثلا 3 كمان، فلقيت نفسي مثلا على مدار الشهر ده هصور 18 فيديو أنزله للتيك توك. طب لما أنا أنزله بالشكل ده يبقى أنا جمعت ما بين حاجات مختلفة، إذا كان محتوى تعليمي او بيع او حتى كوميدي او قصه او حاجه تلمس العميل، او حاجه الم او عن مشكله عند الناس، انا في الاخر بحل المشكله معاه. ممكن اكتب له بقى تفاصيل كتير بقى ان احنا بنعلم كذا وكذا وكذا وكذا، وهو بعد كده هيتجه ان هو يعمل ايه. خلاص يبقى فاهم احنا شغالين ازاي، او هو الشات جي بي تي يبقى عارف احنا شغالين ازاي، ويبدا يدي السكريبتس كل حاجه بقى، ازاي تتعلم تسويق، ازاي تتعلم فيسبوك ادز لوحده، ازاي تتعلم جوجل ادز لوحده. لو عايز مش عارف توصل لايه، لو عايز تتعلم صناعه محتوى، طب انت عايز تصور بنفسك، عايز تمنتج بنفسك. هتلاقي هو بدا ينوع لك حتى لو انت كتبت له تفاصيل اكتر عن شغلك.
المميزات بتاعتك، ايه العيوب اللي عندك، ايه الحاجات اللي انت عايز تظهرها للناس، ايه الطريقة اللي هتعود بالنفع على الناس، وهكذا. يبقى انا بالشكل ده قدرت ان انا احط له المحتوى بشكل كرييتيف اكتر او مفصل اكتر. طيب ايه هي الاعلانات اللي بتساعدني في الحاجات دي؟ زي فيسبوك بالظبط، نفس الفكرة. يعني هتلاقوا حتى احنا بنقول نفس الكلام وبنكرره زيه زي فيسبوك. يعني في عندي الاويرنس كامبينز اللي هي الوعي، وفي عندنا الترافيك اللي هي الزيارات، وعندي الانجيجمنت اللي هي التفاعل، اذا كانت ان انا زياده التفاعل على الصفحه او متابعين على الصفحه. الاب انستول، يعني لو انا عندي موبايل ابلكيشن اذا كان ابل ستور او جوجل بلاي الناس تحمل التطبيق. عندي الليد جنريشن زي العملاء المحتملون، واخر حاجه البيع. آه لو انا عندي ويب سايت وببيع من خلاله. طيب دلوقتي كمان بقى مش لازم كمان ان انا اكون شغال بجوجل تيك توك بيكسلز، لا كمان انا اقدر اشتغل من خلال المسجز، لان بقى في دلوقتي كامبينز او اعلانات مسجز موجوده جوه تيك توك. طيب انا ايه الفكره من الموضوع؟ فكره ان انا لازم يكون عندي افكار تصوير مختلفه. طب انا عشان اطلع افكار تصوير مختلفه واطلع محتوى مختلف، لازم يكون عندي رؤيه ان انا بشوف غيري بيعمل ايه. فانا هعمل حاجه بسيطه جدا دلوقتي. مم. هلا كده. تاني لا مش ظاهر. ثواني عشان واضح انه فاتح. مناظر تاب. مم. اوكي. في منصة اسمها تيك توك كرييتيف سنتر. هبعت لحضراتكم اللينك بتاعها وتبصوا عليها. دي كرييتيف سنتر بتاع تيك توك، ايوه هي دي. انا بعتها لحضراتكم دلوقتي حالا. اوكي. طيب تيك توك كرييتيف سنتر هي منصة الهدف منها ان انتوا بتطلعوا منها عدد افكار مختلفة غير اللي احنا جبناه من شات جي بي تي. خلاص ان انا بطلع عدد افكار مختلفة كمان، ان انا اشوف غيري بيعمل ايه، الاعلانات بتتنفذ ازاي، ايه الفيديوز اللي هم بيستخدموها في الاعلانات، وهكذا من كل الاشكال. فلاقي ان انا في عندي حاجة هنا اسمها انسبيريشن. ممكن ده لا ما فيهوش مع الاسف عربي. ففي مثلا عندي حاجة هنا اسمها انسبيريشن او الالهام. يعني لو رحت عند كلمة التوب ادز او الاعلانات، اقدر ان انا انزل هنا. قال لي مثلا الاعلانات في مصر، وابدا ان انا ابص كده بحب أقول هتلاقوا الجملة دي قوي، ان دول منتجات اعلانات رخيصة بس حاليا تستاهل. شغالة أخيرا في لقيت مصر. بنسينول من غير أي روايح. ثواني بس اصبروا لي. اوكي دول اعلانات اشتغلت او شغالة في مصر حاليا، الناس بتتفرج عليها، والناس عاملين لها كمان اعلان ممول، مش مجرد فيديو عادي نازل، لا ده اعلان ممول هم عاملينه في اخر 30 يوم. وفي اهداف مختلفه. يعني مثلا لو انا عايز الحاجات اللي بتدور على الفيوز، على المشاهدات، هلاقي مثلا ان بحب الفيديو أقول ده الجملة All دي local عشان قوي، brands, يزود listen to your time. المشاهدين. Spots are very limited ولو انت ناويين بنسينول من غير أي ثواني ممكن روايح مصمم تشتغل لوحدك انت. all local brands, listen to your time. Spots are very limited ولو انت ناويين تيجوا hurry up. وبالنسبة للتيكتس بقى فالحقوا قبل ما تخلص. والمرات دي احنا ده مثلا فيديو من الفيديوهات اللي عامله فيوز قويه قوي في الفتره الاخيره في اخر 30 يوم. طب انا لو شلت دي وسبتهم كده، نبص هلاقي في فيديوز تانية مثلا زي مثلا دي. طيب انا لو جيت غيرت مثلا مصر دي وحطيت مثلا سعودي قريبي مثلا السعوديه، وبدات ابص اشوف ايه اللي بيتعرض، الاقي ان الفيديوز دي يبي لك مش بتتعرض تطبخ مثلا في طبخة السعوديه. العيد او يبي لك مش ثواني الاهداء. برضه. أي طبخة موجودة عندنا تراها ب8 نواه، مقادير عدد الأشخاص سواء واحد ولا سواء 100. إذا فود نطبخها صح. حلو.
ده يبيلك باش مثلا تضبط فيه كشخة العيد او يبيلك باش اهداء لاحد عزيز وغالي، كلمنا عن طريق الواتساب او تم طلبك معنا وراح نتواصل معاك بشكل مباشر. بمدينة الرياض 2 إلى 3 ساعات يكون طلبك عندك، يوصلك الطلب سواء لك ولا هدية مع علبة جلد فاخرة، ونطرز لك الاسم على البشت ويكون شيء يجمل ويبيض الوجه. حنا نساعد. حلو. مثلا ده فيديو. جزيرة رجوة لما نقول مواد غذائية وأكثر إيش معناه؟ يعني مثلا نفتح نشوف الفيديو ده اهو. ده مثلا فيديو اهو جزيرة رجوة 12 لما ثانية نقول بالظبط. مواد غذائية وأكثر إيش معناته؟ لما نقول لك رز بجودة ونكهة وطعم جزيرة رجوة. لما تبحث عن حليب بودرة طبيعي 100% وين؟ جزيرة رجوة. لما تلف وتدور وتدور معلبات بجودة عالية. حلو. ده مثلا فيديو جميل، الهدف بتاعه كونفرجن، مبيعات. ده الموقع اللي هم عاملينه، تقدر ان انت تطلب من خلاله اهو، اللي حاطه في الاعلان. ده شكل الموقع اهو. فده يخليك تقدر تعمل دراسة سوق ودراسة منافسين كويس قوي 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 قوي. وده حتى الكابشن اللي هو كاتبه. دي اللايكس، هو جايب لايك واحد، مفيش كومنتس، مفيش شير، مفيش اي حاجة. البادجت قليلة، نسبة التفاعل 75%. في تفاعل كويس على الويب سايت. هو مش ظاهر قدامكم طبعا، مفيش لايكات، مفيش كومنتات، فتقول الاعلان ده مش شغال كويس. لا، الاعلان ده شغال كويس. بصوا، في تفاعلات كويسة، يعني معنى كده ان الناس بتدوس على الاعلان. يعني مثلا في اول حبة في 12 واحد داسوا على الاعلان، نفس الكلام 8، 12، 36، 32، 41، 44، 52، 58، حاجة و60. في الآخر خالص برضو رقم كبير قوي، وهكذا. حلو. يعني بص كده 100 واحد. يبقى أنا هنا في أرقام كتير قوي للتفاعلات، وهنا حتى جايب لك الثواني، إيه أكتر ثواني اللي جايبة تفاعلات معاه. وده مثلا العيد على الأبواب فيديو وأنا تاني متأكد الكل لنفس الصفحة. جاهز. ده فيديو تالت لنفس الصفحة. دول كلهم إعلانات ممولة الصفحة دي عاملاها. فأنا لو عايز أشوف إيه الإعلانات اللي هم بينفذوها، أشوف المنافسين بتوعي بيعملوا إيه، أقدر إن أعمل ده. إذا كان بقى هو أنا حطيت الدولة، وأبدأ أشوف المناطق. يعني مثلا تعالوا ناخد مثلا فيديو زي ده. ده الفيديو من بره. لو أنا دوست هنا كده، هيروح فاتح لي الفيديو. قال لي دول مستهدفين السعودية، وكاتبين الكابشن ده لا يفوتكم عرض خاص بوكس العيد المميز، وحاطين كمان لينك الويب سايت بتاعهم او الموقع. هم عاملين اعلانات على الموقع، ادي البوكسات بتاعتهم وهكذا. يبقى انا اقدر بالشكل ده اطلع افكار مختلفة اهو، حاطين مصورينه بفيديو. يعني انا لو كتمت ده كده وبصيت على الفيديو ده، هلاقيه فيديو بالشكل ده، فيديو صامت خالص. ايه اللي اداله روح جدا؟ الميوزك. يبقى انا لازم اهتم بالميوزك او المزيكا اللي انا بعملها، عشان دي بتفرق معايا في الفيديو. نفس السلام الكلام عليكم اهل المدينه. لو انا جيت مثلا، تعالوا نفتح مثلا فيديو تاني ناخد عليه نفس الفكرة، ان انا بأبسط الاشياء اقدر ان انا اعمل مثلا فيديو. تعالوا مثلا نفتح، تعالوا نشوف حاجة تانية. ماشي، ده السعودية المفروض مثلا. يطبخها لك صح. في فيديو شغال مش عارف ايه. ماشي. طيب تعالوا مثلا شيل السعودية، نكتب مثلا اهو يونايتد اميريتس مثلا، الامارات وليكن. انزل شوف مثلا، الاقي الفيديو ده مثلا لقيناه في كذا مكان. لما اجي ادخل هنا عايز اشوف الفيديو ده احصائياته ايه، يعني ليه هو في كذا مكان. الاقي ان دول مستهدفين 83 دولة بنفس الفيديو. يعني هم عاملين كذا اعلان بكذا استهداف، حاطين اكتر من دولة، بس طبعا مش كل الدول محطوطة في اعلان واحد. لا، هم ممكن يكونوا عاملين على 5 6 اعلانات او 10 اعلانات، حاطين كل واحدة فيه 8 دول مختلفين. بس هم حاطين دول كتير جدا. فتلاقي في من ضمنهم بقى ايه، عندك هتلاقي مصر، وهتلاقي عندك الامارات، وهتلاقي عندك اي السعودية، وهتلاقي حاجات كتير جدا هم مستهدفينها عشان الابليكيشن ده. حلو. نفس الفكرة لما تيجي هتدوس هنا كده، هو المفروض ان هو هيوديني على
موبايل ابلكيشن يعني على التليفون وكده، هو ده عشان كده هم مستهدفين. وفي عنده في نص الفيديو دايما هو ده اللي بيجيب التفاعل. طب انا عايز اعرف في الثانية 7 ده ايه اللي بيحصل، اتفرج على الفيديو. اهو الثانية 7 ان هو جاب لي بقى هو ده بيترسم ازاي، ده سهل في الرسم. اوكي، هو بيوريني طريقة استخدام يعني الابليكيشن ده هتكون عاملة ازاي وايه النتائج اللي بتطلعها وهكذا. وهتلاقي مثلا ده فيديو مثلا مطعم ده بيستهدف الامارات كوزين، بهدفه الفيوز المشاهدات، جايب 103 فيو، نسبة التفاعل 99%. واحد كومنت، 2 شير. وتعالوا نبص. عايزين تحسوا ان اي فيديو في الدنيا سهل، اقفلوا الصوت بتاعه واتفرجوا عليه تاني وشوفوه. هتحسوا ان انتوا تقدروا تنفذوه عادي جدا، ما فيهوش اي مشكله. بس اول ما الفيديو بيشتغل بتحسوا ان الفيديو واخد حيز اكبر من كده. فيديو بسيط جدا بيعرض الخدمات او بيعرض المنتجات بتاعه المطعم، وده هدفه الفيوز او زياده المشاهدات. طب ليه الناس بتعمل زياده مشاهدات؟ لان زياده المشاهدات بتخلي الناس تعرفنا بشكل كبير جدا. ولو ده عملناه باستمرار شديد، وانا هقول لكم ده لما نيجي ندخل في الحته بتاعت الاعلانات المموله نتكلم فيها كمان شويه، ان هدف الاعلانات مش زي ما مكتوب فقط، لا، في تجارب مختلفه، في حاجات مختلفه في العادي الناس بتعملها. طيب لو يجي دوسنا كده فوق عند نفس كلمه الانسبيريشن دي كده ونزلت، لقيت عندي حاجه اسمها كي وورد انسايتس او كلمات المفتاحيه. لما اجي ادخل عند الكلمات المفتاحيه زيها زي جوجل كده، في كلمات ترندنج دلوقتي زي بلاي ناو مش عارف ايه والحاجات دي كلها. وكان في طبعا رمضان من فترة، وكان في حاجات مختلفة بالذات يعني بالذات في سوق مصر. طيب انا لو عايز مثلا اختار صناعة معينة، يعني مثلا وليكن انا اروح وليكن مثلا للاي كوميرس، الناس مثلا اللي بتبيع متاجر الكترونية، ما فيش حاجة بوكس تو بوكس ريتيل. طب خلاص بلاش، حتى الاي كوميرس بشكل عام ماشي. إيه اللي جاي؟ المفروض العيد كان في رمضان وخلاص انتهى، وفي عندنا خصومات 30%، دي أكتر حاجة ترندي ككلمة مفتاحية. طب يعني إيه الكلام الجميل اللي قدامنا ده؟ لما أجي أدوس هنا راح فاتح لي صفحة كده بيقول لي بص، كلمة خصم 30% أو بخصم دي، حلو، دي كلمة ترندي بأيا كان الشكل. طبعا هو جايب لي انسايتس لأن من آخر 30 يوم مبقاش في حاجة. كان بيتك قبل رمضان الترندز دي كلها انتهت، فلا بلاش، خلينا ناخد في حاجة موجودة دلوقتي. الأفضل أفتح نفس الفكرة، مثلا عايز يعني أي حاجة مثلا سبورتس مثلا رياضة وليكن، مفيش. طيب حاجات ليها علاقة بالتكنولوجي، أوكي. واضح إن المشكلة في مصر يعني إحنا شحاتين آخر 7 أيام، ماشي. آخر 30 يوم. طيب آخر 30 يوم ممكن أشوف إيه هو الترندي اللي موجود دلوقتي. لو مثلا في كلمة 30 يوم خصم دي، هي عمال يظهرها لي ويشيلها. طيب نحاول نبص على حاجات تانية. طيب أوكي، ممكن لو نقلنا مثلا مصر وليكن السعودي، أنا أقول لكم طريقة تانية تجيبوا بيها الكلمات المفتاحية دي أحسن من الطريقة دي، ولكن دي الطريقة الأولى اللي إحنا ممكن نجيبها. مثلا في كلمة اللي هي توصيل مجاني والدفع عند الاستلام، توصيل بالمجان، أسرع وأطلب، شحن مجاني، رمضان. دول أكتر الحاجات اللي الناس بتدور عليها باستمرار. حتى لو دخلنا عليها هلاقيه إن بيقول لي إن الكلمة دي ترندي في آخر 30 يوم، وفي فيديوهات كتير قوي هم مستخدمينها، حلو، كانوا حاطين فيها الكلمات دي بشكل متكرر. وحتى في كلمات كمان ريليتد بيها، يعني بيقول لي إن دول برضو كلمات بتستخدم كتير، دي هاشتاجز تانية برضو بتستخدم كتير، دي أقدر إن أنا أخدها
واستخدمها الكلمة دي كده كلها احطها في الكابشن بتاعي. والكلمات المفتاحية دي اللي هي الهاشتاجز اللي احنا كنا بندور عليها، زي مثلا كلمة الرياض، شهر رمضان، دعم منتجات دبي. الحاجات دي برضو بتخلي الناس او بتخلي ريتش الاكونت بتاعي بيكون كبير. مثلا بريك اوت دي اكتر حاجات تانية مختلفة زي مصغرة، قفاز، مش عارف الصبغة، الفولاذ. طبعا دي حاجات ليها علاقة بالتوصيل بشكل ما او بمنتجات، يعني قميص بولو، الموقع الرسمي، مقالة أو مقلاة، الأجهزة، جلد صناعي. حاجات بقى إيه، هو على حسب الترندز اللي موجودة في الدولة دي هو بيطلعها لي ريليتد بالكلمة بتاعت التوصيل، المجان والدفع عند الاستلام. طيب أنا كده بطلع حاجات مختلفة. نفس الكلام في جزئية الكرييتيف، نفس الجملة أو نفس الفكرة. طبعا مش مفتوحة للجيمز فقط، للناس اللي بتستريم جيمز والحاجات دي. إيه أكتر المنتجات دي؟ حاجات ليها علاقة بمنتجات تيك توك نفسها. طبعا ده مش شغالة في مصر فمش هتلاقوا لها أصلا حاجة. حلو. وحتى حاجات الإديوكيشنال أو التعليم، هو ممكن تلاقي في بعض الفيديوز بيقول لك الترند دلوقتي موجود كذا، وأنا بقول لك لا، ما تتفرجش على الحاجات دي. الحاجات دي مش هي دي اللي هتفيدك. اللي هيفيدك الأفضل إن لو أنت بتتابع أول بأول الحاجات اللي موجودة في البلد عندك، ده بيكون أحسن بكتير. وهنا الهاشتاجز الأساسية اللي موجودة في مصر، زي مثلا يوم الجمعة الزمالك طبعا عشان الزمالك كان لسه لاعب ماتش، ففي فيديوز كتير قوي عليه. نفس الكلام هتلاقي في حاجات لها على فلاش، يوم جمعة، سورة الكهف، الأيام، شباب بالازداد. دي كلها على علاقة بالكورة أكتر، إحنا شعب كروي قوي يعني، فهتلاقي إيه أغلب الكلام بيتكلم عن الموضوع ده. حلو. طيب انا الحاجات دي كلها مش هتخصني، لان انا طبعا انا مش ببيع، يعني ماليش دعوه بالكوره اصلا. انا بقدم منتجات، يعني ايه هي. فانا مثلا هروح مثلا شم النسيم كان من فتره قريبه، فانا مثلا ممكن انزل حاجه لها علاقه بشم النسيم او الايستر. ده كان في وقت الترند بتاعه مهم جدا. ولما اجي اشوف ان انا لو دخلت على ده هيعمل ايه، هيقول لي ان الهاشتاج بتاع شم النسيم ده نزل عليه 7000 بوست في آخر 30 يوم بس، وإجمالي حوالي 23 ألف بوست. فده طبعا كان مهم جدا. أهو كان يوم 14/4 كان أعلى حاجة من الحاجات المستخدمة. وحتى هتلاقي في فيديوز هو بيقول لك إن كل دول استخدموا هاشتاج شم النسيم. حلو. دول كلهم وكانت فيديوهات جابت ريتش كتير قوي من ضمن الحاجات. وهيقول لك كمان إن معدل الأعمار الناس اللي كانت بتسيرش على ده كانت إيه هي. حلو. والدول اللي كانت بتستهدف الحاجات دي، طبعا مصر رقم واحد، والكويت والإمارات والسعودية والبحرين. دول الدول اللي كانوا بيسيرشوا على الهاشتاج بتاع شم النسيم ده في الأيام بتاعته. حلو. أو بيستخدموه، يعني مش بس بيدوروا عليه. حلو. طيب فأنا ممكن أدور مثلا في الاندستري أو الصناعة، مثلا حاجات ليها علاقة مثلا وليكن بالتعليم. ألاقي مثلا كلمة ساينس، فيزيكس، سبيس، توظيف، مثلا لو انا ريكروتر او انا شركه، سينيورز، تصنيع، مثلا لو انا بقدم منتج ليه علاقه بالتصنيع، وهكذا. ده برضو من الحاجات اللي ممكن حضرتك تستخدمها. اهو فيديو جايب، او الهاشتاج ده جايب مثلا 646 فيديو، اجمالي 45 الف فيديو. وهتلاقي في فيديوهات ليها علاقه بالتصنيع مختلفه هتبدا تظهر لك دلوقتي. دول برضو مستخدمه. اهو حاجات صناعيه بحته. أهو. اوكي. كل دول حاجات ممكن الناس تعرف بيها بحاجات مختلفة. دول كلهم استخدموا هاشتاج تصنيع من ضمن الحاجات. وكانت أكتر الأعمار اللي كانت بتسيرش على ده وبتشوفه كانت الأعمار من 25 ل 34، ومن 18 ل 24. طبعا الأعمار اللي بلس 35 ما كانتش كلها مهتمية 100%، كان أكترها حاجات ليها علاقة بالبيزنس. ونفس الكلام الدول اللي مستخدمة، يعني مصر والسعودية ولبنان والعراق وهكذا. يعني أنا لو استخدمت مثلا التصنيع ده، فأنا هيبقى عندي نسبة إن في ناس من السعودية، من مصر هتشوفني، والسعودية ولبنان والعراق والكويت. فدول برضو بتعمل لحضرتك توسع من الجمهور كبير جدا، مش بس داخل مصر أو داخل الدولة اللي حضرتك فيها، لا، دايما كل هاشتاج ليه حاجات مختلفة. طيب هتلاقي كمان في حاجة اسمها مثلا السونجز. ما هي السونجز؟ هي الميوزكس او الاغاني الترندي دلوقتي، ان انت ممكن تستخدمها. حلو. في
الفيديوز اللي حضرتك هتنزلها. فمثلا ممكن اقول له قول لي ايه اجدد 100 اغنيه في اخر 7 ايام، فيبدا يجيب لي اكتر الاغاني المستخدمه. مش شرط تكون اغنيه مستخدمه انت يعني هتستخدمها، بس خليك عارف دي. لو انت هتبقى محتار يعني في الفيديو، ممكن تطلع ميوزكس من هنا، اعرف اسمها واعمل لها مونتاج من ضمن الفيديو بتاعك اللي انت هتنزله ايا كان. وهنا هتلاقي الكريتورز او صناع المحتوى الاكثر شهرة في الفترة الحالية، اسمائهم بقى والاكونتس بتاعتهم وكل الكلام الجميل ده. واخر حاجة عندك التيك توك فيديوز اللي جايبة اكتر مشاهدات. خلينا اخر 30 يوم. اوكي مفيش حاجة دلوقتي. اللايكس مثلا. طب نعمل ريفريش. مفيش ريزلتس حاليا. ماشي خلاص اوكي. طيب. طيب انا استفيد ايه من الكلام الجميل اللي احنا بنقوله ده؟ ان انا بطلع افكار. يعني انا مثلا هدخل هنا اشوف ايه هي الادز او الاعلانات اللي الناس بتستخدمها، وابدا اطلع فكرة او اتنين او تلاتة استخدمهم انا بعد كده في الاعلانات بتاعتي. دي من You are الحاجات ready. اللي Event الأقوى اقدر officially ان lands انا on June 2nd at the Xenia. ثواني، اللي انا اقدر ان انا استخدمها في ايا كان المجال بتاعي او ايا كان انا عايز اطلع ايه. نفس الكلام لو انا رحت عند الاد سبوت لايت، دي اكتر الحاجات اللي متركز عليها. بس دي بتبقى يعني في الدنيا او في العالم، يعني هي هتطلع لي افكار مختلفة جديدة. يعني مثلا فيديو زي ده بيقول لك ان هو جايب 141 الف لايك والبادجت I love بتاعته this عالية. question because I'm about to show you the number one way you can save money on expensive perfumes in the future. It's called the Essence Vault and it's inspired by luxury perfumes for a fraction of the cost. I finished 2 bottles already and I'll be honest with you, it's the only thing I wear nowadays. It's actually a no-brainer for me because it smells exactly the same as designer perfumes, lasts just as long, but فيديو طبيعي جدا، واحد بيتكلم Derma وبيعمل شوية creates مونتاج essentials, لذيذ. upgrades, and amenities with نفس الكلام lifestyle-enhancing بترد details على for the الكومنت. bedroom. Crafted with real, eco-friendly wood, make bedtime even better by visiting Thuma. نفس الكلام نفس الكلام، هتلاقوا اغلبهم No TV مونتاج. in your room? I got you. اوكي. Here's how I cut down on food waste while cooking solo. Factor has chefs cook meals for you, and then they deliver them fresh to your house. They only take 2 minutes to heat up and are designed to be able to be ate anywhere. At home, at work, after a workout, literally wherever. It takes all the prep and mess of cooking out of the equation so you can just enjoy clean meals that are good for you. And let me tell you, they're beyond delicious. Like, I deleted all of my delivery apps, delicious. But don't take my word for it, go take a look. مثلا هتلاقوا فيديوز بسيطة قوي ولكن جايبة فيوز عالية قوي، جايبة ريتش عالي جدا بأشكال مختلفة. طبعا كل الحاجات دي هتفرق معاكم بعد كده وانتوا شغالين كأفكار. ده مهم قوي 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 ان احنا نطلع كل الأفكار دي. طيب، في حاجة تانية احنا ممكن نطلعها. في حاجة تانية احنا ممكن نطلعها، بس خلينا نقول ثواني. ممكن ابعت لكم بس لينك ميتنج تاني ده قدامه 10 دقايق ويفصل بالظبط، و نجيب اللي بعدها على طول. اوكي. اوكي طيب، احنا دلوقتي الطريقة التانية اللي احنا ممكن نسيرش بيها على افكار مختلفة، ان انا اقدر ان انا اروح ادور جوه تيك توك نفسه انا محتاج اطلع ايه، او انا ايه هي البيزنس بتاعي اللي انا بدور فيه، واشوف ايه اكتر الفيديوز اللي جايبه لي فيوز كتير، اللي جايبه لي ريتش كتير قوي بشكل مختلف. يعني انا ممكن اروح مثلا عند السيرش واكتب وليكن مثلا بنطلون رجالي، وليكن مثلا ثواني نعمل سكرين. اوكي. وابدا اشوف ايه هي الافكار اللي جايه لي من الفيديوز. لو انا عايز مثلا ان انا هبيع البنطلون الرجالي ده، وليكن مثلا نفس الفكره، انا بشوف طريقه التصوير بتاعته، هو صور ازاي. الفيديو ده جاب ريتش كتير قوي
جاب لايكس كتير، كومنتس كتير، وفي ناس كتير بتسأل عنه. طبعا ده مش في مصر. تعالوا مثلا نشوف حاجة مثلا وليكن في مصر، مثلا حاجة مثلا وليكن زي ده. اوكي، أهو. اسمه ايه لو سمحت؟ مفيش لينك في البايو. البنطلون عايز اعرف مش عارف ايه، ماشي. فانا عايز اعرف مقاسي ازاي، سمر ولا وينتر. يعني في ناس بتسأل عن المنتج بشكل كبير قوي في الكومنتس. بكام ممكن اطلب، هاو ماتش السعر، بكام. كل دي ناس ايه، بتدور على المنتج بفيديو. اهو فيديو واحد قدروا ان هم يعملوه. لما نيجي نبص على طريقة التصوير بتاعته بسيطة، ما فيهوش حاجة. مش محتاجين لوكيشن تصوير، مش محتاجين احسن كاميرات، مش محتاجين افضل اضاءة، مش محتاجين كل الكلام ده. مجرد بس احنا بنعرض الفيديو بشكل كويس. حتى فليكسبل خالص، هتريحك جدا في اللبس، والكواليتي بتاعتها حلوة جدا، تفاصيل وتقفيل عالمي، ينفع معاك للكلية وللخروجات وكمان للمناسبات. مستني ايه؟ ادخل دلوقتي واطلبه من على الويب سايت. حلو. طيب اهو طريقة عرض بسيطة جدا للفيديو. حلو. نفس الكلام مثلا ممكن اشوف حاجة زي كده. ومن غير تفكير، ده بنطلون سوفت كلاسيك من اوك، خامة مريحة جدا وطري، مناسب للحر ومش بيضايقك طول اليوم. ينفع كاجوال وينفع كلاسيك، تلبسه بكوتش او جزمة ويديك نفس الشياك، وموجود ب3 الوان اساسية تمشي مع اي اوتفيت. اطلب الان من اوك. لو عايز حلو. اهو طريقة عرض برضو بفويس اوفر. اهو الناس بتطلب اهو بكام، بكام التلاتة، ممكن اعرف المقاسات المتاحة وسعر البنطلون بكام، عايز 3 الوان بكام. اهو ناس بتطلب كل دول اوردرز. حلو. من داخل الويب سايت او من داخل الكومنتس، بس هم قدروا ان هم ايه عايزين يوصلوا للمنتج. حلو. اوكي. طيب تعالوا نشوف مثلا حاجة تانية. اهو فيديو مثلا زي من ده. روفا بيبقى فعلا مميز ومختلف، بس السمر كوليكشن السنه دي مش بس مميز ومختلف. تعال نشوف. واول حاجه عايز ابدا بيها هي التيلورد بانس، فيت وماتيريال وسعر مش هتلاقيهم في اي مكان تاني، وده كله عشان البنطلون ده بقى ميد باي روفا. طبعا موجود ب4 الوان اساسيه وهتفت معاك على اي حاجه. اللون الاسود، الجراي، والكحلي، واللون اللي انا لابسه اللون البني. والفروع دلوقتي كلها جاهزه بالنيو كوليكشن، وكنا بنصور لكم النهارده من فرع بالم هيلز الشيخ زايد، وتقدر دلوقتي تزور اقرب فرع ليك او تطلب من خلال الويب سايت. ولو عايز حلو. نفس الكلام هندخل نلاقيه فيه بكام، ممكن عنوان زايد لو سمحت، او الاسعار والتيشيرت. يبقى الموضوع مش بس ان الناس بتنزل كونتنت هزار او بتاع، لا ده في ناس بتشتغل وفي ناس بتقدر ان هي تبيع كميات كبيرة جدا كمان من حاجات مختلفة. اهو احنا اهو من منتج او من اسم منتج واحد قدرنا نطلع اكتر من فكرة واحنا شغالين. اهو نفس الكلام بكام 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 بكام. كل دي ايه، ناس بتسأل على اوردرز او بتسأل على المنتج. اهو عايزين يعرفوا التفاصيل. اهو كل ده اهو 75 كومنت، 75 كلاينت من فيديو واحد. تقدر ان انت تسوق لنفسك فيه. نفس الكلام تقدر مثلا لو انا كتبت مثلا عقارات للبيع مثلا. انا مثلا في المجال العقاري عايز اطلع حاجات ليها علاقه مثلا بالعقارات، وابدا اشوف مثلا اهو فيديو زي ده وليكن 950 ألف جنيه غالية شوية، بس مكانها بوم. الأسعار اللي أنا بقولها لك اهو. هتلاقي مثلا هو فين الفيو ده مش عارف ايه، في حاجات تمويل عقاري جاردن هيلز والبالم هيلز. هتلاقي حتى اهو سعرها طبيعي. ممكن تبعت لي التفاصيل والاستلام فوري اللي بتاخد وقت، تنفع تمويل عقاري. يعني في ناس جاهزه ان هي تشتري. اهو في حاجه 3 غرف، فده مثلا كلاينت تاني هيبدا يدور له على شغل. فين لو سمحت. اهو حلو ما شاء الله، اخرها كذا. ماشي. آه... اوكي. هتلاقي فيه حاجات مختلفة برضو جوه ده، وهو بيشرح المكان بفيديو لحد ما عشوائي شوية بس ايه فلات جاي. جبسون بورد بالكامل. ده مساحة الحمام، فيه الحوض، التويلت، الشاور هنا معمول. كل الحاجات دي خلطت على أعلى مستوى مش زي بقية الشقق. تعال نبص هنا على مساحة أول أوضة، وبرده معمول فيها جبسون بورد وهتاخد كل حاجة. تعال نبص بقى على اخر اوضه معانا، وهي الغرفه الثانيه. بتبص على فيو روعه الروعه وجنب الخدمات. وعشان تبقى عارف الحته دي اسمها ايه، في دجله، المنطقه الترفيهيه في قلب المرحله الاولى. نبص على اخر شقه، يلا العماره اللي ورايا دي. حلو. فده مثلا اهو نازل فيديو وبيجي له منه كلاينتس او عملاء. نفس الكلام بكل الاشكال. اهو ده فيديو مثلا
تاني ده فيديو من داخل شقة شقة ذا سكند مثلا. شانس للبيع. البيت ده سميناه كده عشان هو فرصة تانية لأي حد بيته عادي وقرر إنه عايز يسكن في بيت واو. التجمع الخامس اللوتس الشمالية، 210 متر بلس 80 متر أوت دور. بص تفاصيل السفرة مع التابلو المتعلق على الحيطة والنجفة قد إيه شيك. والأهم من كل ده إن الشياكة دي كلها السعر بتاعها بيتباع أقل من سعر السوق، وانتوا عارفين مش بنقول كده على أي حاجة. وده ريسبشن في إزاز بانوراما. مثلا هي بتعرض كل الأشكال والأنواع أهو بكام والتفاصيل لو سمحت، ممكن السعر، أسعار لو مفيش خطر مش عارف إيه، تشطيب شقة كذا 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 لسه موجودة لو سمحتي. يعني كل الناس دي أهي بتدور على المنتج، وأنا بكلمكم في سلعة غالية جدا زي العقارات. فستيل احنا نقدر، عندنا فرصة كبيرة قوي. طب انا ممكن اخد ايه من الحاجات دي؟ اخد طريقة التصوير، طريقة العرض. ممكن ادخل مثلا على تشتري شقة من الشقه الشقق دي. دي او اتدخل مثلا لحاجة زي دي، اشوف هو كاتب الكابشن بتاعه شكله عامل ازاي، افهم هو بيكتب ايه على الفيديو وهو شغال مثلا. طبعا انت معمول عارف انك تقدر مونتاج مصروف عليه شويتين. اشوف الهاشتاجز اللي هم حاطينها، اشوف طريقة الكابشن اللي هم حاطينه، الكلام اللي بيبقى كاتبينه على الفيديو. كل الحاجات دي مهمة جدا ان انتوا لازم تبصوا عليها، لازم تبقوا عارفين ايه هي العمارة اللي ورايا الشغل اللي بيتعمل او برضه الفيديو طريقة التصوير. حتى في اي حاجة، في اي منتج بقى، في اي سلعة مش هتفرق. يعني مثلا لو كتبت لابتوب اهو للبيع مثلا، واشوف هو هيطلع لي ايه. طلع لي مثلا اهو محلات ناس بتبيع لابتوبات، هشوف مثلا اهو ده كاتب لي 7000 اهو، كاتب لي السعر جوه على الفيديو من فوق عشان يشد انتباه اي حد بيقلب وبيتفرج. حلو اهو، لا زال العرض موجود، هل رمات مش عارف ايه، في تقسيط، في توصيل، حاجة في حدود 10. يعني عايز حاجة أغلى حتى من اللي هم عارضينه ده، عايز حاجة بقلم أكتب فيها عندك. طيب فين المكان؟ يعني هو قدر إن هو يبيع أكتر من منتج حتى في فيديو واحد. طب بدل آه، ماشي، في حاجة في حدود ال10,000 جنيه، مهتم بيشتغل كام فريم في بابجي مثلا، معايا ديل مش عارف ايه، ماشي مفيش حاجة منافسة اللي مش عارف ايه، معايا كذا ممكن، بيقول لي ممكن كذا. في حاجات كتير قوي، في ناس بتدور على على المنتج ده وهم عايزين يشتروه. فهو اكيد اكيد المنتج اللي هو بيعلنه دلوقتي ده اللي قبل ما نتفرج عليه هو باعه منين؟ ممكن يكون باعه حد من الكومنتات ده عادي جدا. حلو، بسهولة شديدة. وانا ايه نفس اللي الكلام يجبرني هشوف اجيب اهو لاب. من داخل المحل اهو، هلاقي مكتوب الكابشن اللي هو كاتبه، اشوف الهاشتاجز اللي هو عارضها او حاططها، اشوف كده طريقة الناس كام واحد اهو باعت له تفاصيل، تفاصيل محتاج تفاصيل، كل ده اهو محتاج تقسيط، تعمل سعر، في تقسيط بسهولة موجود لسه متوفر. او كل الناس دي اكيد في حد فيهم راح لحد المحل واشترى. فالعبرة من الكلام ان احنا تيك توك منصة زي ما فيها هزار، زي ما فيها ناس بتقول ان فيها مشاكل، ان فيها عيوب، فيها حاجات كتير قوي، لا كمان تيك توك تقدر ان انتوا تستخدموها كمنصة بيع قوية جدا جدا جدا، وهتفرق معاكم باشكال مختلفة. طيب دلوقتي ندخل على المرحلة رقم 2 او جزئية رقم 2، وهي الإعلانات. طيب في الإعلانات إحنا محتاجين نعرف إيه؟ محتاجين نعرف إن الإعلانات الممولة داخل تيك توك ليها دور قوي جدا جدا جدا، مش دور فاضي أو ملهوش لازمة. لا، تيك توك عامل منصة إعلانات قوية، لسه طبعا بتبدأ، ولكن نتائجها ممتازة جدا 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 بأسعار رخيصة جدا. يعني إيه بأسعار رخيصة؟ يعني مش هيكلفني إعلان بسعر عالي. أنا ممكن أعمل إعلان مثلا لمدة شهر، أجيب بيه مثلا متابعين وليكن مثلا 5 6 7 آلاف جنيه، في ظل 5 6 آلاف فولور مثلا. طيب في ظل إن أنا ممكن آه، مثلا في فيسبوك اعمل اعلانات مثلا ب5 6 آلاف جنيه عشان اجيب مثلا 5 آلاف فولور، فالفولور مثلا بجنيه، لكن هنا لا، ممكن الاقيه مثلا ب60 قرش، ب90 قرش، ب70 قرش. فستيل لو انت دفعت نفس الرقم هتجيب فولورز اكتر. طب بالنسبة للتفاعل، لا، هتلاقي التفاعل قوي جدا جدا جدا، الاف الاف بارقام قليلة. ممكن تعمل اعلان مثلا بيبدأ مثلا وليكن هنقول مثلا 200 جنيه من اليوم، ممكن يجيب لك مثلا 2000 مثلا لايك
3000 كومنت، هتلاقي في عندك ارقام كتير جدا من الكومنتس واللايكات وحتى الدايركت مسجز، هتلاقي مسجات برضو كتير. بس اهتم ان انت تطلع محتوى كويس. طيب الاهداف بتاعته شكلها عامل ازاي؟ ده شكل المنصه من جوه، هنفتحها دلوقتي اون ديجيتال وهوريكم ازاي بنعمل اعلان وشكله عامل ازاي من جوه وكل الكلام ده. انه في عندنا الريتش او التفاعل، عندنا الزيارات، عندنا مشاهده الفيديوهات، عندنا حاجه اسمها الكوميونتي انتراكشن اللي هو التفاعل بشكل اكبر، عندنا منطقه البيع اللي هي الاب بروموشن لو انا عندي تطبيق وعايز اروج له زي ما احنا قلنا في باقي المنصات في نفس الفكره، الليد جنريشن اللي هم العملاء المحتملون، واخر حاجه عندنا الويب سايت كونفرجن، وطبعا برودكت سيلز دي لما يكون عند حضرتك ويب سايت اي كوميرس زي مثلا امازون او حاجه زي كده بتربطه بيه وتحط المنتجات بيه، بس يفضل انك تشتغل بويب سايت كونفرجن او تشتغل بليد جنريشن، اي واحده فيهم. طيب هو بيبدأ يقول يعني هتلاقوا هنا في البي دي اف كمان الشرح التفصيلي الخطوة خطوة ايه هي، وهتلاقي ان بيقول لك حط مثلا الاستهداف بتاعك بالشكل الفلاني، حط اللي هتلاقي عندك الدولة، وهتلاقي عندك الجندر راجل ولا ستة، هتلاقي عندك الايدج الاعمار، وهتلاقي كمان انك تحط الفيديو بتاعك في الاخر، وهتلاقي بعد كده انك تقدر تطلع المحتوى زي ما احنا طلعنا في الاول بالذكاء الاصطناعي، ازاي تطلع الفكرة او الكابشن بتاع الفيديو والفكره بتاعته ونوع المحتوى ايه هو، ده تعليمي ولا ترفيهي ولا بيهايند سينز ولا تجيب عملاء ولا ايه بالظبط. وكمان ممكن تقول له قول لي الايام المناسبه ووقت للنشر، كمان كل ده تقدر تقوله لشات جي بي تي زي ما احنا كنا لسه بنعمل عشان يطلع لك افكار. طيب تعالوا نشتغل ده بشكل عملي اكتر علشان يكون في استفاده اكتر لما تيجوا آه تشتغلوا على المنصه نفسها. طيب احنا بنعمل اعلانات بتاعه تيك توك منين؟ يفضل ان حضرتك تعملها من خلال طبعا البي سي، لسبب واحد جدا بسيط، ان لما حضرتك هتشتغل من خلال البي سي هيكون الاعلانات سعرها ارخص، وصدقني والله سعرها ارخص، ناس كتير قوي ما تبقاش عارفه الموضوع ده. لو انت عملت الاعلان من التليفون هتقولي مثلا ان انا ده انا لقيت اعلان من التليفون مثلا ممكن اعمله من اول 20 جنيه، وانا نفذته والاعلان باليوم ب 20 جنيه فما كلفنيش كتير والكلام ده، تمام. بس ده زيه زي فيسبوك وزي كل حاجه، ان انت لما تعمل اعلان من التليفون هيجيب لك ريتش كويس، بس مش ده الريتش اللي كان المفروض انت تجيبه، كان ممكن تجيب ارقام اعلى من كده بكتير جدا. يعني مثلا لو انا دخلت مثلا عند كلمه كامبينز او الاعلانات دي مثلا، ده حساب اعلاني شغال وشغال عليه اعلانات دلوقتي زي ما احنا او زي ما بقول لكم دلوقتي، دي اعلانات مثلا شغاله، مثلا ده اهو اعلان شغال هدفه مثلا ان هو يجيب فولورز. حلو، لو رحت كده اشوف تكلفة الفولو الواحد قد ايه، تعالوا نشوف كده مع بعض، يحمل بس ما تلاقي اجي اطلع كده ابص. حلو، هلاقي مثلا ان الفيديو ده جايب لي 1400 فولور، تكلفة الفولور واحد 70 قرش، وده جايب لي 227 فولور جايب لي 93 قرش، وده جايب لي 6 فولور بس ب 1.6. وده طبعا انا قفلته، حتى تلاقيه ده انا قفلته وده انا قفلته وده بس اللي شغال، لان ده جايب لي اقل سعر للفولورز وده جايب لي اعلى نسبة من الفولورز. فده طبعا ده اللي انا سايبه شغال وبيجيب لي الفولورز بعد كده على الاعلان بتاعي او على الاكونت بتاعي عشان يكبر الاكونت بقدر الامكان. طيب لما اجي ابص كده ان 70 قرش للمتابع الواحد، طيب دي رقم غالي؟ لا ده رقم رخيص جدا مقارنة مثلا بفيسبوك. فيسبوك لا ممكن تلاقيه مثلا بجنيه او بجنيه ونص او ب2 جنيه حتى، لا ممكن تلاقوا ارقام رخمة شوية في الموضوع ده، بس ستيل هو مهم جدا ان انتوا يكون عندكم متابعين على كل المنصات اللي احنا بنتكلم عليها دي. تعالوا مثلا ناخد وليكن اعلان مثلا زي ده اعلان مثلا مختلف. اوكي، ونشوف هيطلع ايه. طبعا ده انا كنت حاطط فيهم كل الفيديوز دول كانوا محطوطين في اعلان واحد، بس لما نيجي نبص هنا مثلا على النتائج الاقي مثلا اهو. اوكي، عندي مثلا ده جايب لي 871، سعر الفل واحد بجنيه، ده ب 80 قرش، ده بجنيه و22 قرش، ده بجنيه و20 قرش، جنيه و20 قرش، وهكذا في جنيهات كتير. لما اجي انزل هنا لده جنيه 25 قرش، ده كان اقلهم، ده 92 قرش، ده في واحد ب 3 جنيه، فده قفلناه بدري قوي على طول. حلو،
نفس الكلام دول ما اشتغلوش فخلاص ما صرفوش فلوس. ده فولو واحد، فولو واحد ب4 جنيه، 4 جنيه. فكل الحاجات دي الغالية دي أنا قفلتها وسبت بس اللي إيه، اللي كانوا رخاص، اللي هو زي ال 80 قرش يعني 1.7 ده في الآخر، وده كان جايب لي فولورز كتير. من الأكونت ده أنا أو من الإعلان ده من الآخر أنا ما صرفتش كتير. يعني أنا لما أجي أبص كده ألاقي إن ده جاب لي 1400 فولور. صرفت عليهم قد إيه؟ صرفت عليهم آه حوالي 1600 جنيه. فسعر الفول الواحد متوسط كان حوالي جنيه و12 قرش، وده رقم قليل. بس حاليا انا عامل اعلان تاني غيره اهو. ودي بقى الفكرة، ان الاعلانات دايما بتتطور، دايما بتتحسن، دايما بتكون افضل. 1100 جنيه اهو، اقل من اللي فات ده حتى الان، وجايب 1600 فولور يعني اكتر من اللي فات. متوسط سعر الفول الواحد 0.7 يعني 70 قرش. يعني انا معنى كده ان انا صارف اقل وجايب النتائج اعلى، والنتائج بتاعتي بتتحسن. طب ده ليه؟ لان الحساب الاعلاني كل ما بيقدم كل ما بيجيب لي نتائج افضل، كل ما المحتوى بيكون احسن، بيشجع العملاء ان هم يتابعوني احسن واحسن. ودي اللي احنا كنا بنتكلم عنها. ان انا لو كنت عملت الاعلانات دي كلها من التليفون ما كنتش هوصل لنسبة تطور ان الاعلان بسعره غالي. بعد كده لما غيرته بعدها بفترة حطيت بادجت، وكانت البادجت اقل جابت لي نتائج احسن، بادجت اقل. فمعنى كده ان التطور مستمر في الحساب وفي الاكونت بكل شيء. طيب انا عايز اعمل اعلان، هلاقي بنفس الفكرة الزرار الاخضر المكتوب عليه كلمة كرييت او انشاء. ولما اجي افتح، طبعا احنا بنفتح منين؟ بنفتح من حاجه اسمها تيك توك ادز مانجر او مدير اعلانات تيك توك، زي ما انا بدخل على مدير اعلانات فيسبوك. بس ده الفرق ان انا بدخله مثلا، ادخله من على جوجل، اكتب كده اهو مدير اعلانات حلو تيك توك. مهم. مهم. تيك توك. هتلاقي بيدخلك على المنصه دي، ومن المنصه دي بتعمل تسجيل دخول. علشان ايه؟ تدخل لو انت ما عندكش حساب اعلاني، بتبدا ان انت تعمل له انشاء من الاول، اسم النشاط التجاري واسم كل البيانات بتاعه البيزنس بتاعك، وبتدخل. ودي اللي ايه بيدخل عليه. طب لما بيدخل بعد كده بيبدا يقول لحضرتك نبدا بقى نشتغل من جوه، احنا عايزين ايه. فهو بادئ مع حضرتك من الاول، اللي هو الريتش او الوصول او الوعي، الترافيك او الزيارات، المشاهدات، الكوميونتي انتراكشن اللي هو زياده التفاعل والمتابعين، وفي عندنا ترويج التطبيق، عندنا العملاء المحتملون، واخر حاجه السيلز او المبيعات. طيب احنا دلوقتي قادر ان انا اعمل ايه لو انا عايز الناس تعرفني يعني تشوفني كتير جدا 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 على تيك توك؟ بستخدم ريتش. طيب ده بيزود لي فولورز؟ لا، بيزود معرفه الناس بيا بشكل مستمر. طب الناس ممكن تتابعني؟ ممكن الناس تتابعك بنسبة كبيرة؟ لا، مش بنسبة كبيرة. طيب الترافيك بيعمل ايه؟ بيدخل ناس كتير جدا، ثواني لحظة، بيدخل ناس كتير جدا على الويب سايت بتاع حضرتك، بيدخل ناس كتير جدا على الصفحة بتاعت حضرتك بشكل مختلف. ولكن الويب سايت لما بيدخلوه من خلال الترافيك ما بيجيليش مبيعات منه. ده ناس كتير قوي ما تعرفش الموضوع ده. لما بتشغل تفاعل او زيارات على الويب سايت ما بيجيلكش مبيعات، بيجيلك زيارات كتير. الناس بتعرف الويب سايت بتاعك، بعد كده يبقى اللي هو مألوف لعينيهم. لما تيجي تستهدفهم تاني وتالت ورابع وخامس عن طريق الويب سايت بيجي لك بعد كده مبيعات. طيب الفيديو فيوز ايه دورها؟ ان انا بزود عدد المشاهدات على الصفحة وعدد المشاهدات على الفيديوهات بتاعتي، فبتشاف كتير، زيها زي الوعي اللي هي اول واحدة. بس الفرق ان هنا الفيوز بتبقى اكتر بكتير، بيجي لي مشاهدين كتير جدا اتفرجوا على الفيديو كله. طيب الكوميونتي انتراكشن دي مهمة جدا جدا جدا، وعايز حضرتك تحفظها زي عينيك. كوميونتي انتراكشن ده اللي هو تفاعل المجتمع. ده هدفه التفاعل، بيعمل لحضرتك 3 حاجات. يا اما بيخلي الناس تتابع حضرتك على التيك توك زي ما انا عامل دلوقتي على الاكونت ده، يا اما بتخلي الناس تدخل على البروفايل عندك، بتدخل على التيك توك بروفايل فبيشوفوا فيديوهات كتير ليك وممكن يتابعوك وممكن لا. واخر واحد لو حضرتك بتطلع لايف ستريم، بتطلع فيديوهات لايف وعايز تروج لللايف بتاعك، بتشغل الكوميونتي انتراكشن ده وبيبدأ يشتغل لما انت بتفتح الفيديو او بتفتح اللايف بتاعك، وبيبدأ يروج لك طول ما انت شغال، فبيجيب لك ناس كتير تدخل اللايف بتاعك، وده بيفرق معاك بعد كده انك تتعرف في الجزئية بتاعت اللايفز والحاجات دي. طيب
الاب بروموشن هي نفس الفكره بتاعت ان انا لو عندي تطبيق وعايز الناس تحمله وهكذا. الليد جنريشن هو العملاء المحتملون، وده بقى فيه اوبشن جديد كمان ان الناس تقدر ان هي تكلمك من خلال واتساب، من خلال ماسنجر، من خلال تيك توك دايركت مسج. حلو. او اي حاجه تانية لو انت عايز تحط له اللينك بتاعها، فده اقدر ان انا دلوقتي استخدمه كرسائل عندي. دي بتزود لي معدل الرسائل عندي، وده طبعا بيفيدك بعد كده في المبيعات بالاستهداف الناس دي. واخر حاجه عندي وهي السيلز، ان انت الناس تشتري من خلال التيك توك شوب. لو انت عندك الشوب بتاعتك، او انت مختار منتجات من جوه تيك توك وهكذا بهذه الاشكال، او انت عندك موقع الكتروني بتاع حضرتك اصلا، او عندك موبايل ابلكيشن بتاعك، او عندك الاثنين، تقدر ان انت تستخدم. طيب انا في الفتره الاولى انا محتاج ايه؟ محتاج كوميونتي انتراكشن او تفاعل المجتمع. طيب هل انا ابدا اول ما ابدا محتوى او ابدا ان انا انزل حاجات على الصفحه هوبا اعمل اعلانات مموله؟ لا، ما تعملش كده. طب تعمل ايه؟ عايزك تقعد لمده شهر بتنزل فيديو يوم ويوم، يوم ويوم لا، يوم ويوم لا، يوم ويوم لا، لمدة شهر. يعني حضرتك هتنزل 15 فيديو خلال الشهر. واهتم كويس جدا 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 انك تنزل محتوى كويس، ميوزك بتاعته كويسة، كاتب كلمة على الفيديو شكلها كويس، كاتب كابشن حلو، وتنزلها ونزله في مواعيد مختلفة. يعني مرة الساعة 6، مرة الساعة 7، مرة الساعة 9، مرة الساعة 3، مرة الساعة 1، مرة الساعة 11 بالليل، مرة الساعة 9 بالليل، الساعة 8 الصبح، الساعة. يعني اقعد نوع 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 في الطرق لحد ما تشوف فيه اكتر فيديو ضرب معاك. يعني ايه ضرب معاك؟ يعني جاب فيوز كتير. فتبدا بقى تشوف الفيديو ده انا نزلته الساعه كام؟ انا نزلته مثلا الساعه 9 بالليل. حلو، يبقى 9 بالليل ده اكتر فيديو بيجيب لي ريتش. دي اول حاجه نعمل عليها تشيك صح. طيب انا كتبت كابشن شكله عامل ازاي؟ كتبت تفاصيل المنتج فيه. طب حلو تمام، عامل صح. يبقى كتبت الثلاثه هاشتاجز، ما كتبتش خمسه. طب كتبت ثلاثه هاشتاجز، ايه هم الثلاثه الفلانيين؟ تكتبهم. تمام صح. طيب انا دلوقتي الفيديو بتاعي ده كان مدته قد ايه؟ كان مدته مثلا 40 ثانيه، 50 ثانيه، 60 ثانيه، دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين، ايا كان. تعمل عليه صح. طب انا عرضته ازاي؟ عرضته بطريقه فلانيه، اعمل صح. حطيت الميوزك ايه؟ الميوزك الفلاني، اعمل صح. خد كل اللي انت عملته ده، ابدا اعمله في فيديو تاني. يعني انت خلاص اعلنت مثلا على الماوس ده، وكنت حاطط مثلا عليه اغنيه لام كلثوم، وكاتب عليه افضل ماوس تشتريه في 2026 لو انت عايز تستثمر فلوسك، هاشتاج ماوس، هاشتاج كمبيوتر. والفيديو ده اللي انا بكلمك فيه ده كله على بعضه مدته مثلا 40 ثانيه. اعمل فيديو تاني لنفس الماوس بتاع حضرتك ده 40 ثانيه، حط فيه نفس الميوزك، حط فيه نفس الهاشتاج، حط فيه نفس الكابشن، حط فيه نفس كل الحاجات، بس فيديو مختلف اهو. ونزله الساعة 9 وشوف هيعمل ايه. لو جاب نتيجة كويسة يبقى اذا انت الحاجات دي انت فهمت الاكونت بتاعك بيشتغل الساعة كام. بيشتغل الساعة 9، لازم تحط هاشتاجز الفلانية، لازم تعمل حاجات فلانية. طب لو ما ضربش، ما عملش نفس النتائج، يعني الاول ده جاب مثلا 20,000 مشاهدة، التاني ده ما جابش مثلا 1000 مشاهدة على بعض، مفيش مشكلة. جرب تاني، جرب تالت، جرب رابع. ال 15 فيديو دول هيعلموك حاجات مختلفة. هيكون في فيديو احسن من احسن، او الفيديو هيبقى وحش، اللي بعديه احسن، اللي بعديه احسن، اللي بعديه احسن. بعد شهر 2 3 لو انت مستعجل، ابدأ اعمل اعلانات قبل كده. طيب بعد 3 4 شهور تقدر تعمل اعلانات ممولة وبقلب جامد، ما تخافش. بس لازم تكون مستمر، يعني ما تنزليش فيديو وتسكت، لا، فيديو يوم ويوم، يوم ويوم، يوم ويوم، وهكذا. طيب لو انت عايز من اول شهر تعمل اعلانات، مفيش مشكلة. تعمل اعلانات بتاعت الكوميونتي انتراكشن. طب هغششك حاجة، ودي هتبقى للناس بس اللي سمعت المحاضرة لحد دلوقتي، هتبقى هي اللي هتعرف. لو عايز الاكونت بتاعك يكبر بشكل كبير، عايزك كل يوم تستخدم تيك توك بشكل شخصي. يعني تقعد تتفرج على فيديوهات، تتفرج على فيديوهات، تتفرج على فيديوهات، تتفرج على فيديوهات. دي اول حاجة. طيب تاني حاجة، لو عايز تعمل اعلانات ما ولا تنجح، اعمل الكوميونتي انتراكشن دي، اللي هي تفاعل المجتمع دي. شغل الاعلان ده لمدة 7 شهور ما يقفش. يعني ايه 7 شهور ما يقفش؟ يعني كل ما يخلص تعمل واحد تاني، كل ما يخلص تعمل واحد تاني، كل ما يخلص واحد تاني. طب انا احط فيه فلوس قد ايه؟ حط قدر الامكان. يعني مش عايزك تحمل على نفسك، ما تحطليش ب 1000 جنيه في اليوم فتقول لي مش قادر اكمل. لا، انا عايزك تحط اقل رقم تقدر تكمل عليه 7 شهور. حلو. حلو. طيب وبعد كده انا عايز حضرتك ان انت تبدا بقى خلاص الفيديو ده او الاعلانات دي شغاله ما بتقفش. انا لمده 7 شهور بنزل او بعمل اعلان ممول على موضوع الكوميونتي انتراكشن، انا اجيب فولورز او متابعين. 7 شهور هتلاقي حضرتك كسرت ال 10,000 فولورز مرتاح جدا 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 جدا. بعد ال7 شهور عايزك تقعد
5 شهور ما بتعملش اعلان فولورز ده تاني ابدا، يعني كمل باقي السنه ما بتعملش اعلان فولورز نهائي. طيب بتعمل ايه لو عايز تعمل سيلز او المبيعات؟ حلو قوي، ممكن تعمل سيلز او مبيعات، تركز عليه، اسف، اللي هو الليد جنريشن، يعني بيجيب لك مسجز والحاجات دي. حلو. يجيب لك مثلا مبيعات. طب لو مش عايز ده، لا اعمل او نزل محتوى عادي طول السبع شهور او طول السنه دي. انا عايزك بتنزل محتوى يوم ويوم، ما توقفش نهائي. لما تشغل اعلانات ما فيش مشكله، ممكن تنزل 3 ايام في الاسبوع بس، واربع ايام ما تنزلش. 3 ايام تنزل واربع ايام لا، لان كده كده الصفحه هيجي لها فولورز باستمرار. ما توقفش انك تعمل فولورز، خلي الاعلانات شغاله باستمرار كتير كتير كتير، هتلاقي عدد فولورز كتير جدا. مثلا هنقول لو حضرتك هتعمل وليكن مثلا اعلان بتاعك مثلا ب 3000 جنيه مثلا في الشهر، فال 3000 جنيه قلنا مثلا متوسط الفولورز اللي بتجيلك حوالي مثلا ب 72 قرش او ب 70 قرش مثلا، لو ده العادي، فانت هيجيلك مثلا حوالي 2100 متابع في الشهر في السبع شهور، فيبقى عند حضرتك 14700، ممكن يوصلوا ل 15000 او 20000 متابع كمان في خلال 7 شهور. دول هيبقوا قاعدة جماهيرية ليك كبيرة جدا. بعد كده لما تقعد تنزل حاجات، طول ما انت بقى شغال بتنزل فيديوز بتنزل فيديوز، الناس دي بتتفاعل وبتكتب لك كومنتات وبتكلمك عشان الفيديو ده والفيديو الجديد واللي بعده واللي بعده واللي بعده وهكذا. فانت بتلم مجتمع كبير جدا، وهتبقى برضو ما صرفتش مبلغ يعني كبير قوي زي ما مثلا بعض المنصات. يعني مثلا ال 21000 اللي انت تصرفهم في خلال السبع شهور دول، في منصات لا ممكن تصرفهم لك في شهر واحد عشان تجيب نفس ال 20000 متابع دول. فخلي خلي الموضوع عندك كونسيستنسي اكتر، خلي فيه متابعه كتير جدا للموضوع، وحاول تعتمد اكتر على الاورجانيك كونتنت، يعني المحتوى الطبيعي. ده هيفيدكم برضو. ورد على اسئله كتير من الناس، اللي يبعت لك فيديو رد عليه بفيديو، او يبعت لك كومنت رد عليه فيديو، او اكتب له في الكومنت ويبعت لك رساله رد عليه. كل ما كنت متفاعل كتير مع المنصه، كل ما ده فادك بعد كده على المدى الطويل في الصفحه بتاعتك بالذات على التيك توك. طيب بعد ما دوست كوميونتي انتراكشن، خلاص انا تفاعل المجتمع، انا عايز ازود فولورز، اروح نازل تحت مثلا، واروح انا اقول له مثلا متابعين جدد مثلا شهر وليكن اهو 4 وليكن. جميل. واتاكد ان الثلاث زرار اللي تحت دول مقفولين. طب دول معناهم ايه؟ معناهم ان انت لو عايز تعمل تيست او تجربه للمنصه، هنعمل لك، او للاعلان هنعمل لك فصل، هنعمل لك اعلانين نفس البادجت نفس كل حاجه، نفصلهم عن بعض فتدفع مرتين، فما تعملش كده ارجوك. ودي لو انت عايز تحط البادجت بتاعت الاعلان بتاعتك، بس بيقول لك على الاقل هتحط 500 جنيه في الاعلان في اليوم، وطبعا ده ما يصحش. واللي بعديها نفس الفكره، فما تعملش كده طبعا، لان انت هتلاقي نفسك صرفت بزياده. بعد كده هندوس كونتينيو او التالي. هتلاقي الموضوع بسيط جدا 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 فوق ما تتخيل. وانت شغال، اول حاجه عندك المواضع، هي اعلانات فيسبوك بالظبط، مفيش حاجه مختلفه. هتلاقي اعلانات اهو، بيقول لك منصه تيك توك لو عايز الناس تكتب لك كومنت ولا لا، عايز الناس تعمل داونلود للفيديو بتاعك تحمله ولا لا. فانت لو خايف الفيديو بتاعتك تسرق اقفله. والناس تعمل شير، يفضل الناس تعمل شير، لان ده اللي بيزود ريتش بتاع الاعلان طبعا بشكل كبير. وبعد كده هتنزل، هتلاقي بيقول لحضرتك حط الدولة اللي عايز الإعلان بتاعك يظهر فيها، ويفضل تستهدف بالدولة، ما تستهدفش بالمناطق أو المحافظات زي ما احنا كنا بنعمل في فيسبوك، زي كنا بنعمل في جوجل وهكذا. لا، حط الدولة. فأنت لو بتعمل إعلاناتك في مصر، لا حطها مصر. لو أنت بتعمل إعلاناتك في مصر مثلا والسعودية، تقدر تحط مع مصر السعودية كمان. بس ما تعملش كده أرجوك في فيسبوك، لأن الإعلان هيبوظ. أنت بس في تيك توك تقدر تحط الدولتين وثلاثة وأربعة مع بعض، زي الراجل اللي احنا شفناه كان عامل إعلان ده. لكن في فيسبوك هيبوظ، جوجل هيبوظ. فاعمل منصة واحدة في دولة واحدة، لكن هنا تقدر تحط دولتين وثلاثة. طيب بس طبعا لما تعمل كده انت هتزود التكلفة عليك، يعني ده اوبشن فور يو. يعني هو بيقول لك عايز تحط تمام، بس هتزود البادجت عشان يجيب لك ريتش كويس. لكن لو انت عايز دولة واحدة تمام، سيبها دولة واحدة. بعد كده بيقول لك حدد الأعمار اللي انت عايز تستهدفهم. فمثلا انا عايز الأعمار من 25 لحد 55 سنة. حلو، دول اكتر الأعمار هتكون فاهمة الكونتنت او المنتج اللي انا بقدمه، ممكن تشتريه. والجندر راجل ولا ست، لو انا المنتج بتاعي سيدات فقط فانا هدوس فيميل، لو رجال هدوس ميل بس، لو الاثنين هسيبه شغال الاثنين. اللغات
سيبها، بس ما يعني لو انت في مصر يفضل تحط عربي وانجليزي زي ما احنا كنا بنعمل طبعا، نفس الفكرة. وهتعدي تحت، انزل انزل، هتلاقي عندك الاهتمامات والسلوكيات. لو انت بيزنس سيرفيس او انت بتقدم خدمات، ممكن تكتب له مثلا حاجات عن المنتجات اللي انت بتقدمها او الخدمات اللي انت بتقدمها. ولو مش عارف ما تحطش. يعني ايه؟ يعني مثلا انا شغال وليكن مثلا في التشطيب، او التشطيب، واشوف كده هيطلع لي ايه. ما لقيتش، كتبت طيب تشطيبات وليكن، طلع لي مثلا اهو هاشتاج تشطيبات داخليه. فدوست مثلا كده تشطيبات، دوست ده فيلل، دوست ده، رحت دايس الايه الاربعه دول مع بعض. طيب لما انا ادوس الاربعه كده مع بعض انا كده تمام، استهدفت صح. طب لو انا مش عارف، يعني انا مش عارف انا هستهدف مين او ايه اللي هيحصل، ممكن اشيل كل دول. طيب لما اشيل كل دول معنى كده ان انت هتروح لكل الناس؟ الاجابه لا. هو من الاول قال لحضرتك ان تيك توك ما يميزه انه بيروح للناس المهتمين بالمنتج او الخدمه اللي حضرتك بتقدمها فقط لا غير. يعني مش هيروح لناس تانية انت مش مهتميه بيك. بس لو انت لقيت الحاجات، يعني مثلا خلاص اهو تشطيبات دي تمام، لقيت الاستهداف بتاعي خلاص انا هحطه كده، يبقى انا زودت الاستهداف، قفلته عليه اكتر، بحيث ان انا ايه مش هروح لناس وارد ان هو يروح له بالخطأ. جميل. بعد كده الجزئيه بتاعت الديفايس او الجهاز ما تلعبش فيها، الكونكشن ما تلعبش فيها، كل ده انت ما تلعبش فيه خالص. ان هو بيقول لك بتحدد الاعلان زياده قوي، انت عايز الناس تكون بتتفرج على الفيديو بتاعك او الاعلان بتاعك من اندرويد ولا اي اس، يعني اندرويد ولا ايفون، لا مش هتفرق. طيب انهي فيرجن مش هتفرق، طب الموديل مش هتفرق. طب يكون بيتفرج عليك وهو فاتح الواي فاي ولا 2 جي ولا 3 جي ولا 4 جي ولا 5 جي، لا كله. انا عايز يتفرج من اي حاجه. طب انهي شبكه تليفون، اورنج ولا فودافون ولا اتصالات، لا كله. طب الانترنت هيكون ايه، اتصالات مصر ولا تيليكوم ولا فودافون ولا، لا كله. عشان كده بقول لك ما تلعبش في اي حاجه من الحاجات دي، سيبها زي ما هي. وانزل تحت لحد ما تلاقي البادجت او الفلوس اللي انت هتصرفها. وهتلاقي ان هو تقدر تحط من اول 200 جنيه في اليوم في الاعلان بتاع حضرتك. طب هتقولي طب 200 جنيه ده كتير؟ لا كتير لو انت مقارنة مثلا بأي منصة تانية. هتلاقي النهاردة مثلا فيسبوك بيقول لك لا حط مينيمم 190 جنيه، فانت اصلا ما عملتش حاجة، هي نفس ال 200 جنيه في اليوم او 160 جنيه في اليوم. لا الافضل ان انت لا حط 200 جنيه في اليوم، حط 250 جنيه في اليوم، واستثمر الفلوس في الجزئية دي، وتقدر تعملها لايف تايم زي ما احنا كنا بنقول. واقدر مثلا احط اهو مثلا 3000 جنيه وليكن مثلا في المدة كلها اهو. الستارت ديت هيبدأ يوم 14 مثلا، يوم 19 4، وممكن يخلص يوم 14 5 أهو لمدة شهر كامل. وحط 3000 جنيه فقط. طبعا هو بيقول لي لا حط أعلى، ماشي 4000 جنيه. طيب خلاص أقول لكم على حاجة، ممكن نحط نفس ال 3000 جنيه، بس نقلل المدة شوية، اللي هي مثلا نشوف هيقول لنا ايه. مم. مم. هو عايز أسبوعين بالظبط ولا ايه؟ ممكن واقف عند ايه؟ ماشي اوكي. اوكي طب مقابلة اتخانق معايا ليه؟ اوكي تمام. يوم 7 ماشي اوكي ابدا مفيش مشكلة. طيب واقدر ان انا اكمل كل ده خلاص. التوقيت مصر تمام مفيش مشكلة فيه. وهنا مهم قوي ان حضراتكم تاخدوا بالكم من جزئية الهدف الاساسي اللي هو التحويل. هل انت عايز متابعين ولا زيارات صفحة الفيسبوك تيك توك؟ دي مهمة قوي ان حضرتك تعرف الفرق ما بينهم. الفرق ما بينهم بكل بساطة شديدة ان الفولورز هيجيب لك عدد من الفولورز على الاكونت بتاعك، متابعين على الاكونت بتاع حضرتك ده. جميل. وهيجيب لك بعض المسجات. يعني ايه بعض المسجات؟ يعني مثلا هيجيب لك نسبة مثلا 1% رسائل من الناس اللي بتتابعك. فانت مثلا لو انت متابعك 10000 واحد، في مثلا 10 هيكلموك. حلو. فانت خليك عارف ان انت يعني ممكن يجي لك متابعين وهيجي لك رسائل، بس الرسائل الناس اللي هتكلمك
مش كتير. طيب امتى الرسائل تبقى كتير؟ من اعلانين. يا اما حضرتك هتروح عامل الجزئيه بتاعه الزيارات دي، ان اكتر عدد من الناس يشوفوا الاكونت بتاعي، مش بس يتابعوه، لا يعني مش هدفهم بس يتابعوني، لا يدخلوا على الاكونت عندي، فيبقى عندي ريتش عالي قوي على الاكونت جوه. يا اما، ودول على فكره بيعلي من نسبه الناس اللي تبعت لك رسائل، والفولورز بتعلي من نسبه المتابعين. طب انا شايف ايه، او وجهه نظري ايه؟ وجهه نظري لحضرتك ان انت تعمل اعلان متابعين زي ده، واعلان تاني ليد جنريشن او العملاء المحتملون ده، وتخليه الناس تبعت لك رسائل على الواتساب، طيب، او على الدايركت مسج مثلا. طيب البيد استراتيجي دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عايز تحط سعر للفولو الواحد، يعني عايز تقول له انا عايز اقصى حاجه للفولو تعملها كام، فمثلا ممكن اقول له 0.90 قرش مثلا. حلو. 90 قرش للمتابع الواحد، بحيث ان انا اقلل التكلفه عليا، ده اقصى شيء يبقى 90 قرش. طب ايه الافضل؟ لو انت عايز انت اعملها ماكسيمم تكون اعلى معدل، هو بقى ممكن يجيب لك فولو بجنيه، ب 2 جنيه، ب 3 جنيه، ب 4 جنيه، وتقفل الحاجات اللي هي غاليه زي ما انا عملت كده في الاعلان بتاعي ده. وبعد كده اروح دايس التالي. هو ماشي 3600. جميل. وبعد كده بتدوس التالي. بعد كده هيقول لحضرتك ابدأ حط الإعلان بتاعك. خلاص دي آخر مرحلة، زي فيسبوك بالظبط، آخر مرحلة. حط الفيديو بتاعك. لما ادوس له اد فيديو بالشكل ده، قدامي تو اوبشنز: يا إما هعمل له ابلود فيديو من الكمبيوتر عندي، يا إما أروح عند كلمة تيك توك بوستس أو فيديوهات التيك توك اللي موجودة، هيروح فاتح لي الفيديوهات اللي موجودة على الأكونت نفسه. أقدر إن أنا أختار منها فيديوز اللي أعمل عليها الإعلان. وليكن مثلا أنا عايز أختار مثلا فيديو زي ده، وفيديو مثلا وليكن زي ده، وادوس له كونفيرم. انا دوست اهو تو فيديوز. طب هو اقدر ادوس لحد كام؟ لحد 10 فيديوهات تقدر حضرتك ان انت تختارهم مع بعض. طب ثواني نعمل ديليت وهوريكم تاني احنا بنختارها منين. اوكي. طيب ابديت. تمام. نفس الكلام اهو من تيك توك بوستس اللي فوق دي كده اهو، بقدر ان انا اختاره، بيفتح لي كل الفيديوز اللي موجودة عندي. فهو بيقول لي ان انت تقدر تختار لحد 10 فيديوهات. فانا مثلا ممكن اختار فيديو زي ده و اوكي عشان الفيديو دي شغال عليها اعلانات اصلا. ماشي اوكي. فيديو زي ده. هي اوكي ماشي ثواني. ام سوري. ماشي، بس بنعمل ابديت بنبدل فيديو بفيديو، فعشان كده هو ايه علق بالشكل. طيب نفس الفكرة تاني. انا هدوس له اد تيك توك فيديوز. حط مثلا اهو، بيقول لي انت معاك انك تقدر تحط لحد 50 فيديو كمان يا راجل اهو، مش 10، 50 فيديو في الاعلان الواحد اهو. اقدر ان انا اعمل كده وانزل اهو، اقدر ان انا اختار له فيديوز اللي انا عايزها. كل دول هيكونوا في اعلان واحد مع بعض. انا اختارهم مثلا اهو بالشكل ده كده. كل دول اقدر احطهم جوه اعلان واحد مثلا، من ضمن الاعلانات اللي انا بعملها. او انا اخترت كام فيديو؟ اخترت اهو 20 فيديو من 50، وادوس له كونفيرم. سيبه كده نحمل شويه، لان احنا اخترنا حبه حلوين اهو. بيقول لي انت اخترت 20 فيديو، وراح حاططهم لي اهو كلهم، كل دول كده. وفي الاخر بدوس له publish now او نشر، وهيبدأ ان هو ينشر الفيديو بتاعي او الاعلانات بتاعتي كلها مع بعض. طب هل معنى كده ان هو هياخد فلوس من فيديو على حساب فيديو تاني؟ لا، مش هياخد فلوس من فيديو على على حساب فيديو تاني، بالعكس، ده هو هيبقى بيدعم الفيديوهات علشان يجيب لحضرتك احسن كواليتي. كل ما يبقى فيه فيديو جاب ريتش اعلى، كل ما هيصرف عليه بشكل احسن واحسن، وده طبعا بيفرق معاك بعد كده في الجودة وانت شغال. طيب احنا ممكن نطلع ايه من الحاجات دي؟ نطلع
عدد من الفولورز كتير، عدد من الكرييتيفز كتير جدا، كلها في منصه واحده. اخر حاجه هقولها لحضرتك ان انت تقدر ان انت تشحن الاكونت بتاعك، انك بتروح على كلمه تولز او الادوات اللي فوق دي، وبتيجي عند كلمه البيمنت او المدفوعات اللي موجوده تحت السيتنجز اهي، وبتدوس عليها بالشكل ده. اخرج عشان تشحن الاكونت بتاع حضرتك. قدامك حاجه من الاتنين، طبعا الاكونت اهو فيه فلوس اصلا بالفعل، حلو. فانت تقدر مثلا تدوس له اد بالانس مثلا، اضافه اموال، وهتبدا تقول الرقم. وخد بالك كويس قوي من النقطه دي، مثلا انا عايز احط 4000 جنيه، هو هيضيف لي 14% فات، ده اساسي هو هيضيفه على حضرتك. فال 4000 هيتضاف عليهم 560 جنيه فات لازم هتدفعهم عشان يديك ال 4000 جنيه دول صافي. وبعد كده تدوس له كونفيرم ان انا تمام مع الجزئيه دي. يقول لك تقدر عايز تدفعهم ازاي، هل بالكريدت كارد بتاعتك، بالفيزا المشتريات بتاعتك، او من خلال فوري زيها زي طرق فوري العاديه. وبتقول له تمام ميك بيمنت، بيروح مطلع لك حساب او رقم مرجعي تقدر تدفع بيه ال 4600 او 560 جنيه دول، عشان تبقى دافع الفلوس بتاعت الاكونت. وخلاص كده الاعلان بتاعك بيشتغل وكله تمام. وبعد كده انت بتتابعه بقى. خلاص مش عايز دلوقتي حاجة، اوكي ثانك يو. بعد كده انت بقى بتقدر تتابعه من خلال الداشبورد بتاعت حضرتك دي. ثواني نعمل لها ريفرش. اوكي، تقدر حضرتك بقى تتابعها من خلال الداشبورد او من خلال الكامبينز، تبقى عارف اتصرف قد ايه، وصلت ريتش قد ايه، هتلاقيها ظاهرة مع حضرتك بشكل تلقائي. يعني الاعلانات اللي انت بتنفذها اذا كان اللي بتكملها او لا، او ايا كان، اهو ادي الاعلان اهو اللي شغال، وتعرف كل واحد اتدفع عليه فلوس قد ايه، وجايب لك نتائج قد ايه زي ما احنا جبنا في الاول بالطريقه دي. يبقى كده انت بقى عندك اعلانات تيك توك جاهزه 100%. وبالتوفيق ان شاء الله في الجزئيه بتاعه تيك توك.